بتتابع الانتخابات في دمياط. حضرتك انا العميد مهندس عادل عبد الحليم، متقاعد بالقوات المسلحه سابقا ورئيس قطاع شمال وشرق الدلتا للجمعيه للمنظمه الدوليه المصريه لحقوق الانسان. تمام يا فندم. ماذا لديك؟ طبعا بتابع الاحداث حضرتك. ففي بلغت ان في خناقه في اللجنه رقم 7 بقريه النجارين مركز فرسكور. فبالتوجه للجنه ديت فوجئنا ان في واحد كان عايز بعد ما يدي بصوته يدي بصوت ابوه كمان، وابوه مش معاه ومعاه بطاقه ابوه. فالقاضي فهمه قال له ما ينفعش، فاعتدى على القاضي. فالقاضي استدعى ملازم اول قوات مسلحه بره علشان يجي يطلعه بره. فاعتدى على ضابط القوات المسلحه، قطع له هدومه، عض ايده وطلع حته جلده من ايده، وتم القبض على هذا الرجل. بعد ما تم القبض عليه واثناء الهرج والمرج اكتشف سياده المستشار، وده بلاغه الرسمي لغرفه عمليات القوات المسلحه، اكتشف شنطه فيها 3000 ورقه مسوده بنعم، وتحفظ عليها وسجلت في المحضر بتاع الجلسه. فلما الجيش قبض على الولد فوجئنا ب 300 واحد جايين من حزب الحريه والعداله، ازاي تقبضوا على الناس مش عارف ايه. هوب حصل هرج ومرج في اللجنه. اكتشف القاضي المستشار بعدها وبلغنا بعد كده في غرفه عمليات القوات المسلحه اللي انا كنت توجهت لها بعد ساعه، انه اكتشف سرقه هذه الشنطه اللي كان حرزها في المحضر. وطبعا الولد اللي اتمسك ده اتحول للنيابه العسكريه، وان شاء الله هياخد جزاؤه يعني. طيب القاضي اسمه ايه؟ لا القاضي مش معايا اسمه حضرتك، بس هي اللجنه رقم 7 النجارين. هل القاضي كتب مذكره؟ هل واصل عمليه الاشراف على الانتخاب ولا انسحب؟ لا واصل يا فندم، لانها لم تؤثر نتيجه انه اكتشفها فقط، وبلغ بها مركز غرفه عمليات القوات المسلحه في دمياط. وعندك اسم المواطن كده؟ عادل محمد المواطن. ايوه معايا اسمه يا فندم، عادل مسعد محمد فرح غربيه. عادل مسعد فرح غربيه اسم المواطن اللي اتقبض عليه. نعم. طيب انا بشكرك عميد مهندس عادل عبد الحميد من المنظمه العربيه لحقوق الانسان. انا هتكلم. اتكلم يا فندم. طيب انا عاوز بس في واقع الكرداسه دي الحاجه الاتيه.